صفاقس تغني مألوف. اليوم نرجع بعرض متميز، العرض التاسع من جملة عروض كنا قمنا بها بداية من أكتوبر 2024. الفكرة هي أن تتواصل العروض هذه بتعدد الروايات. اليوم اللي مش نسمعوه هي رواية صفاقس بامتياز اللي مش تقدمه مجموعة التخت الطرب العربي بصفاقس بقيادة سي عبد الرحمن بن صالح وإدارة سي رفيق المهيري. إن شاء الله مش يكون عرض يعني ينال إعجاب الجمهور، الجمهور صفاقس اللي يعرف الرواية هذه وحافظها. بطبيعة الحال نتمنى إنه يكون في تفاعل. العرض هذايا مش يكون القبل الختامي، العرض اللي مش يكون في شهر نوفمبر نختتم به التظاهرة ككل يوم 28 نوفمبر 2025. العرض هذايا مش يكون فرقة المألوف بباريس بقيادة سي رضا عباس. العرض متميز أيضا لأنه مش يضم نخبة من العازفين التونسيين والجزائريين ومن المغرب أيضا، إذن هو عرض مألوف مغاربي ونقولها يعني ختامها مسك إن شاء الله مش يكون بهالعرض هذايا. دعمت في السنوات الأخيرة بعناصر أخرى. الفرقة فيها 3 جينيراسيون، فيها الكبار، فيها المتوسطين العمر وفيها الصغار، واحنا هذه حبينا كونتينيتي ما بين العناصر حتى لا تندثر الفرقة، خاطر في اندثار الفرقة اندثار النمط الموسيقي اللي هو المألوف التونسي. دونك حبينا تكون الفرقة راهي متواصلة فيها تواصل بين الأجيال، وإن شاء الله يكملوا. الله أعلم، احنا ينجموا يقصوا، ينجموا ينفعوا معناه يغلبهم التيار ويمشيوا في نمط آخر. احنا حبينا من توا نعلموهم الصنعة ونعلموهم شنو تراثنا، لأن تراثنا هو أصالتنا، من لا جذور له لا أصل له. الدعوة إن شاء الله الليلة نقدموا برنامج معناتها تقريبا 80% من نتاع صفاقس، معناها من تراث صفاقس إلى آخره، مألوف، أغاني صفاقسية إلى آخره. مبادرة خارقة العادة، يعطيهم الصحة وربي يوفقهم إن شاء الله ويواصلوا في النمط، وربي يوفقهم إن شاء الله وهم وكل الإطار المشرف على المألوف اللي منظمته على التظاهر هذه.
العربي.